كلمتين لجمهور الاهلي: ما تنجروش ورا اللي بيقول لك الدوري انتهى امره وان الدوري في الجزيره، لان لو حصل اي تراخي يعني هيبقى مشكله. دلوقتي بيراميدز عامل تحفيز للاعبين الانديه اللي هتلاعب الاهلي. معلومات متداوله ان بيراميدز داخل في تدعيم بعض لاعبين الانديه الاخرى، تحفيز على اللعب قصاد الاهلي. احنا طبعا ما بنقولش ان هم ما يلعبوش، ما كده كده يلعبوا، وحتى لو ده بيراميدز عمله فعلا فده مفيش فيه مشكله. الراجل عايز ياخد الدوري وده عادي، طريق مشروع. عنده وعود للاعبين في الانديه الاخرى انه ممكن يضمهم وبمبالغ كويسه، فمحفز اللعيبه دي ومحفز الانديه دي يلعبوا مع الاهلي وبضغط عالي وعلى قد ما يقدروا يجيبوا كل طاقتهم علشان خاطر الاهلي يخسر او يتعادل. فجمهور الاهلي ما ينيمش اللعيبه، احنا الجمهور ما ننيمش اللعيبه، لازم نحفز لعيبتنا ولازم نوجه رساله لعيبتنا ان الدوري لسه ما بقاش في الجزيره. يبقى في الجزيره امتى؟ لما تاخد كل المباريات اللي جايه، لازم تشد حيلك وتاخد كل المباريات اللي جايه. مباريات صعبه، لعيبتنا يعني مجهود كبير، كل الشكر ليهم، كل الشكر للعيبه، كل الشكر للاداره، للاداره الفنيه، لمجلس الاداره، لكل منظومه النادي الاهلي. مجهود كبير رغم كل ما يحاك ضد النادي الاهلي. يعني لما ترجع تتكلم تشوف موضوع اللي هو الشيبي وحسين الشحات، ما حدش غلط الشيبي، ما حدش من زبالين الاعلام الزباله اللي بتطلع. وما اعرفش ازاي الاعلام ساب الزباله دي تطلع على الاعلام. ناس شغاله في الفتنه طول ما هم بيخسروا. الناس بتوع البليله، انا بتكلم صريح، بعض الناس في البليله او هم البليله، ما هو دول مخهم بليله. جمهور الانديه التانيه انا بحترمها، انما في جمهور بليله. انا بحترم الزمالك وجمهوره اللي بيفهم، بحترم الاسماعيلي وجمهوره اللي بيفهم، بحترم الاتحاد وجمهوره، كل الانديه بحترمها. انما في جمهور بليله، وبليله تنطبق على كل الاغبياء. في ناس بقى بتلعب على الجمهور ده، تطلع أنا لما بشتم الاهلي وهاجم الاهلي واشتم حسين الشحات واقول الاهلي ومعاه زي رضا الكونغولي. انتوا عارفين رضا الكونغولي والواد اللي هو اسمه بوسبوس، بوسبوس صح، اللي طلع شتم حسين الشحات. ورضا الكونغولي اللي كان يوم فوز الاهلي على بيراميدز كان وشه بيطلع نار، يعني كان هيموت. فالناس دي يا جماعه بتاكل عيش من ورا الاهلي، بيجيب ريتش منين وبيجيب متابعه منين؟ يعني بالحلقه بتعمل فلوس وقدرها لما اطلع يشتم الاهلي. وطبعا احنا عارفين في بليله بتتابعه، البليله اللي بتتابعه دي مره تديله لايك على ايه وتتابعه وتقول يا كم انت عظيم وكم انت محلل كبير. رضا الكونغولي محلل كبير، بيقولوا عليه محلل، دي حاجه يعني تجنن. انا ما عنديش مشكله تنافس الاهلي، نافس الاهلي واعمل كل شيء عشان خاطر تفوز، بس خليك شريف، خليك صاحب منافسه شريفه، خليك عادل حتى. انما تطلع تكذب على الاهلي، ده انت ما حدش استفاد من التحكيم السنه دي غيرك، والسنين اللي فاتت غيرك، وبيراميدز ما استفادش من التحكيم قد ما استفاد السنه دي. بتلعبوا على مين وبتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على نفسكم، دي قصتكم، انتوا هتفضلوا ورا عشان كده. يعني الجمهور ده، جمهور البليله ده، هيفضل فريقه كده في منحط تحت بسببه، بسبب عقليته. لان انا دلوقتي انا بطالب الاهلي حتى لو الدوري وصلك وتمام، انا محتاجك انك تفوز كل المباريات، لازم تفوز كل المباريات. هم عقليتهم لا غير، عشان كده هيفضلوا ورا، هيفضلوا تحت، هنفضل ندوس على وشهم. فانا بقول لجمهورنا ما ننساقش ورا الاشكال دي، الاشكال دي زباله. اذا كان رضا الكونغولي واذا كان بوسبوس، اذا كان اسمه الدجال ده، يعني هم شويه اشكال كده، والله انا يعني مش عايز اجيب سيرتهم، بس يعني ناس، يعني الواحد ما شافش يعني انت الناس يقول لك انا مريض وانا عندي مش عارف 60 سنه، وانت عندك 60 سنه يا اخي وبتكذب؟ عندك 60 سنه وتدعي يعني زور وبهتان، تتهم ناس بالزور والبهتان؟ الاهلي راشي اتحاد الكوره وراشي مسابقه الانديه. وانا بقول لاداره الاهلي فينك من الناس اللي في الاعلام؟ فينك من اللي اسمه بوسبوس ده؟ فينك من اللي اسمه رضا الهجاص او رضا الكونغوليا، ما اعرفش اسمه ايه؟ فينك من الناس دي؟ ده اتهمك بالرشوه لما يقول مع اتحاد الكوره ورابطه الانديه والتحكيم ومخرج واعلام
طب فين الاعلام اللي ما انصفش اصلا حسين الشحات النهارده في المشكله اللي هو حصلت له والاعتداء اللي حصل عليه، وانه كان ممكن يبطل كوره، وانت يا اسمك شيبي ارتضيت ان انت تاخد حقك عن طريق المحكمه، والمحكمه حكمت لك مالكش حق يا حبيبي، انتهى. ففين اداره الاهلي من دول؟ فين اداره الاهلي من دول؟ ده رضا الكونغولي ده، يعني انا شفت له مقطع اللي هو كان طلع بعد الماتش قال ضربه الجزاء، في هم بيتفرجوا على الماتش زميله اللي قاعد جنبه اللي بيطنطن برضه عشان ياكل عيش، قال له يا اخي انت قلت جوه واحنا بنتفرج على الماتش قلت الكوره مش ضربه جزاء، ساب دي على طول وقال طيب واللعبه بتاعت ضرب اللي هي لمسه اليد بتاعت مصطفى فتحي. تخيل يعني يطلع على الشاشه يقول كلام وبينه وبين نفسه يقول كلام، يعني ده عروق كانت متنفخه، يعني الله يكون في عونه، الله يشفيه. هنقول ايه بس؟ الله يشفيه. فالناس دي مش فاكره ان انت لما بتكذب وبتطلع تعمل فتنه بين الناس وتطلع تقنع جمهورك اللي عايز يقتنع، هو جمهور عايز يقتنع وبيحب يسمع كده ان الاهلي بياخد بطولاته مش عارف ازاي، وان التحكيم معاك انت يا اخي. يا اخي ده وقائع، ده مصيبه يا اخي. فين عقوبه المدرب بتاع الزمالك؟ فين عقوبته؟ فين عقوبه دونجا؟ فين عقوبه شيكابالا؟ فين عقوبه عبد الله السعيد؟ فين العقوبات دي؟ والعقوبات دي موثقه فين؟ لا محدش يتكلم. طلعوا بعد اللي عملوا المدرب بتاعهم شغبوا على الحكم، وشغبوا على الدنيا عشان خاطر الراجل ما يتعاقبش وما تعاقبش. عقوبة دونجا لما عمل لزيزو فين؟ فاكرين؟ في السوبر ولا لا ما كانش في السوبر، في ماتش تاني. فين عقوبة شيكابالا اللي طلع يعمل للجماهير كده وفلوس ورشوة في دولة تانية؟ يعني تنشروا النشير الوسخ في مكان تاني. فبقول لجمهور الاهلي ما ننسقش، ننبه ونقول للاعيبتنا، كل الناس اللي بتكتب وكل الناس اللي بتشير وكل الناس اللي على السوشيال ميديا، نكتب للاعيبتنا ان الدوري لسه ما جاش عشان يفضلوا في حافز. ما يعني بعد اللي حصل الماتش اللي فات ممكن يحصل ارتخاء، وده احنا عارفينه، ده طبيعه في اللعب المصري. لاعيبتنا لازم تنتبه، لازم تاخد الماتشات اللي جايه كلها بجديه، لان في مؤامرات بتحاك عليك يا نادي يا اهلي، في مؤامرات بتحاك ضد النادي الاهلي. وزي ما بقول لحضراتكم احنا شفنا الاعلام ما انصفش حتى حسين الشحات في الموقف ده، حتى بتوع البليله، وبعض منهم قذر يا جماعه. والله انا ما بحب يعني مش عايز اغلط في حد، بس في مش بعض منهم ايه ده، يعني عدد كبير قذر، ناس قذره، ناس قذره والله، يعني بيشتموا وبيكتبوا على التعليقات وبتاع السفله. فاحنا مش عايزين ننساق ورا الناس دي ولا ورا الاشكال دي. احنا معروف احنا جمهور الاهلي ما بيرضاش غير انه لازم يكون هو البطل، فلازم نتمسك هدفنا ونحفز لاعيبتنا. ما نبصش، لان احنا لو بصينا لدول ما هم بقوا بتوع بليله منين؟ إيه؟ ما لانهم باصين علينا. انت عارف هم لو بصوا ركزوا في فرقتهم، ركزوا مع فرقتهم، ركزوا في تحفيز لاعيبتهم، اللاعب اللي اخطا انت اخطا ويهاجموه عشان خاطر يتعدل زي ما احنا بنعمل، هيبقوا في حته تانيه، هينافسوا الاهلي كويس. انما هو ربنا عامي بصيرتهم، فالحمد لله.